شي هوبي، شي نشاط، شي حرفه عندك. هاد المسائل المغربي راه ما غاديش يحملك عليهم، هادي بالفطره ولات، وهادي هو الحاجه اللي انا تنانسيستي عليها. نحيدو داك الحقد الاجتماعي اللي بيناتنا. هادي الوحده الاولى من الحقد الاجتماعي، سيكولوجيه العقل المغربي. غادي نبدا الفيديو بواحد المثال عربي اللي معروف واللي تيقول: لا تعطي وعودا وأنت في قمة السعادة، ولا تتخذ قرارات وأنت في قمة الغضب. تلقيت بزاف ديال التعاليق صراحة سلبية، منها السلبية ومنها الإيجابية، ولكن التعليق اللي خلاني نرجع ونعقب على بزاف ديال الحوايج هو التعليق اللي تيقول: هرمنا من أجل هذه اللحظة، بحيث أنه خرج شخص تينقد أو تعطي نقد، ما قالش واش بناء ولا، وما عقلتش على الكومونتير بالضبط، ولكن غادي يطلع هنا في الجيم. واللي طار الانتباه ديالي هو انه مدح نوعا ما في الناس اللي شرت لهم في الفيديو، اللي هو ايمن، اطلس والعشاشي، وقال على انهم عندهم منهجيه، والى تحطي معاهم في الطبله كيف تنقولوا بالعاميه غادي ياكلوك ولا غادي يقسيوك، وما عندهم منهجيه وشحال الحوايج. واخا نبداو بالسي ايمن اللي كتذكروا على ان عنده منهجيه وشحال تاع الامور، انما هو في الحقيقه تيستعمل واحد النوع ديال الذكاء نقدر نحسبوه حيت كاينين بزاف الانواع، ماشي ماكر كذكاء. والسي رشيد العشاشي كيف تيقولوا بزاف ديال الناس، الانسان تيخصو يكون حواري، وخاص الا ما كانش الحوار فيه اقلام ومدونات باش يدول الانسان شحال الحوايج، راه ما حوار ما والو، وداك الشخص تعتبر انه غير مثقف وشحال الحوايج. والحقيقه ديال هذوك الناس وانهم تيكونوا حافظين سكريبت، وفي كل فيديو ولا في كل استضافه عندهم داك الباجاج اللي حافظين في كل مره تيقولوه وتيعاودوه. وديك الارتجاليه الجمهور بطبيعه الحال الواعي اللي وصل لواحد درجه الوعي تيشوف هذا الشيء، واللي تعرض الخمجان ماشي تعفن في الدماغ بطبيعه الحال راه تينسى ما سبق، وتنسى كاع الريلات اللي شاف، وتنسى شحال الحوايج. ولكن الناس اللي عندهم فطنه والناس اللي ما عندهاش جفاف في الدماغ، وهذا الشيء اللي كنت هضرت عليه في الفيديو اللي قبل ديال مرض العصر، يعني كي قلت لكم علماء جفوا لهم دماغهم، ولا كل شيء دابا تيستعن بالذكاء الاصطناعي. دماغ الانسان كاين في الذكاء الاصطناعي، اي معلومه دابا تيفشل الدماغ على انه يخزنها عنده في الدماغ، انه ما يحتاج كاين واحد الذكاء الاصطناعي. المهم ماشي موضوعنا هذا، اكثر من الموضوع اللي بغيت نهضر فيه اللي هو الحقد الاجتماعي اللي كنعيشوه بيناتنا هنا، وكنجيو وتنقولوا علاش التنميه البشريه وعلاش هذا، بينما حنا ما تنستثمروش في الانفس ديالنا، تنستثمروا في كتوبه تاع فلاسفه اللي عاطينا كاينين منهم ناس ما غاديش نقللوا منهم ولا نطيحوا منهم. الشيء اللي تيدير السي ايمن وبزاف تاع الناس اللي عندهم واحد شويه المعرفه وتيردوا راسهم اساطير واباطره المعرفه، بينما كاينين الناس لا يستهان بهم معنا في الحياه او لا تماتوا. دابا ولاو تيتقزموا وافكارهم تيتستحقروا او تيتصغروا بهذا المعنى هذا، وانا ما تنستصغر ولا تنستحقر حتى شي واحد. كيف الفيديو اللي سبق هضرت بكل احترام وبكل ادب وبكل نقد بناء، بلا ما نعاير ولا نخسر الهضره ولا نقول شي كلمه مسيئه اللي انا نشوف راسي كنقولها ما غاديش نحمل راسي. وهذا الشيء تيعطي واحد العصاره ماشي ديال العلم والمعرفه، بالعكس كنمشيو لواحد السياق اخر ديالاش ديال الحكمه. والرجل الحكيم كيف ما قال واحد الاديب ما عقلش على سميتو: ان homme sage doit vider sa bouche avant de parler، يعني لا ساجيس اللي هي الحكمه. وكما يقول لا سورس دانسبيراسيون ديال توتو اللي هو SCH لو رابور فرونسي: لو سافوار ايت اون ارم، يعني المعرفه سلاح. لكن اليوم كنشوفوا ان كل شيء ولات عنده المعرفه، ولكن للاسف معرفه سطحيه، كل شيء مثقف، ولكن ثقافه ترقيعيه ماشي ثقافه حقيقيه. علاش؟ حيت الخصال ديال الشخص والاخلاق ديالو وشحال الامور ما دخلش في الثقافه وما دخلش عندها رقي خاص،
وكيتزاد مع الانسان جينيا، وما كتهرسو حتى شي بيئه، واخا يكون في واحد المحيط بيئي شعبي ولا غيره. بالعكس داك الحقد الاجتماعي ديالو تيعرف كيفاش يخرج راسو منه. ماشي بقات ليا انا نخرج ونقول لك شوف الناس هذا ما لابسش مزيان وهذا داير وهذا كذا، اكثر من انه انا عندي في الذات ديالي شي امور اللي هزهم من هذاك المحيط. وفاش يكون الانسان تيمثل نفسه بعدا اولا تيخصو يمثلو احسن تمثيل، ماشي تمثيل اكثر. كيف تنقولوا حنايا خاصك ترقي اللونغاج ديالك، وهنا راه بطبيعه الحال حتى الريل وغتعرفني على ما تنهضر وبين على ما تنهضر. حيت ما باش نبقى نكثر الاسماء ولا نبقى نذكر كل مره، ولا تيشوف لي استراتيجيه كيفاش تنحط الريل ولا كيفاش تنحط الفيديو لونغ وتنشد الشورتس تنقسمو وكنزرع فيه الهضره لمن مصيفطه. حيت انا ماشي من النوع اللي تيهضر في شي شخص ونخليه اكس، ولا تنهضر ديريكتومون بنقد بناء وبكل احترام وبكل تواضع. حيت الانسان دابا لا بينقدك تيفتخر عليك، تيتفهر بهذيك المعلومات اللي عنده، تي ايماجيني راسو صافي راه. بينما هذا الشخص اللي تيهضر معاك، الناس اللي كتعرفني واخا ماشي بزاف، وانا ما كنبيش نهضر على راسي ولا نبين راسي واو كي تنقولوا، ولكن اللهم لك الحمد راه بزاف تاع لي دومين تنحبك فيهم لي سوفت سكيلز وتا لي هارد سكيلز حتى هما، وماشي في دومين لافورماتيك ميكانيك ليكريتور، بحيث انا ماشي متطفل في الموضوع اللي باقي ما دخلت ليش ولا بغيت نهضر عليه هو الحقد الاجتماعي. انا دابا هي تنفرج كي تنقولوا، يعني خرجت من اللونغاج اللي هو خص يكون ورجعت اللونغاج اللي عام. حيت مره خاصنا نهضروا ضروري بالدارجه ديالنا. واخا كاين واحد قلت لكم حقد التف اللغات، هذا بيضاوي هذا شمالي هذا واللكنات، وخصوصا المراكشي. حنا ما عندناش المعقول في الهضره ديالنا مراكشيين. فاش تيبداو تيهضروا اي واحد تيهضر بمنطقه تيشوف واحد اخر شمالي ولا الشمالي واخا تيحترموا كازاوي ولا مهم تيبقى يقول ليه البيجا وتضحك على هضر الانسان واخا تيكون سيريو، تيهضر في شي موضوع سيريو كذا تيبان لك اللي بيجا وكتجي هذيك الكنا انه تضحكنا. بينما الانسان تيهضر بعض المرات بحرقه، ولكن بهذيك الحرقه تيبين تضحك عليه واحد اخر. بينما الامر تيضر فعلا وحنا عوض ما نتحدوا بيناتنا ونشوفوا امورنا ونصفيو النوايا ديالنا ونصفيو الانفس ديالنا بعضياتنا كمواطنين وكشعب وكاع الشعوب اللي دايرين بيناتنا حتى هما يشوفونا غادي من داك المنظور، بطبيعه الحال غنكونوا فخر كبير. افارقه دابا تيعيشوا معنا لحظات تيدوزو باسابل تيتشو كنقولوا مسنوننا. تيقولوا المغاربه ما تيبغيو حتى الخير بعضياتهم، المغاربه ما دايرين، المغاربه هذه حاجه معروفه حاجه باينه وهادشي تنتغاضاو عليه. وخصوصا مع هادشي تاع جفاف الدماغ وتعفن الدماغ زاد اثر كبير على هادشي، وخلى الشخص تيسكرول تينسى المجتمع ديالو. وخير دليل الناس ما تتكمل حتى الفيديو تاع اي شخص هذا تيهضر معاك شحال المعلومات وشحال تاع ماشي نقول لك حكمه. حتى انا مثلا باش قلت لك انا قاعد نهضر على نفسي وتنفوت قلت لك ميكانيك هذا ما عطيتكش الديتايلز، كنت نقول الديتاي ما عطيتهمش باش ما نبان زعما واعر ولا كذا. حيت انت نعيش في مجتمع الا كنتي فايتهم في شي هوبي في شي نشاط في شي حرفه عندك، مثلا نحل الماطر ونجمع الموتور والطوموبيل قاعد تونينغ ديالها، تفهم في الطوموبيلات، تفهم لهم في الدياغنوستيك ديالهم، تفهم في البيسي في المونتاج في لي بروغرام، تفهم في السبور. يعني يمكن نكون كوتش في كيك بوكسينغ في الميسكولاسيون في التغذيه نمشي نطيح البوا نطلع البوا. هاد المسائل المغربي راه ما غاديش يحملك عليهم، هادي بالفطره ولات. وهادي هو الحاجه اللي انا تنانسيستي عليها، نحيدو داك الحقد الاجتماعي اللي بيناتنا. ايمن تيهضر بواحد الكبر تيهضر بواحد الحقد، وهذاك الحقد داكشي علاش الاودينس تاعتو كتبعو ولا عنده جمهور كبير. ان عندنا واحد الجمهور حنا دابا تيتبع داك اللي تيشفي الغليل ديالو، تيشوف واحد الشخص تياتاكا الاستاذ ياسين العمري. انا مثلا ملي كاع نسمي ولا نبين شي واحد في شي صوره، حيت واحد النهار يقدر يغلط حنا تنغلطوا وبتسمى انك انت هضرتي وقدستي ماشي قدستي زعما كيف تنقولوا بنتي في واحد الصوره وكذا وهضرتي عليه بنتي. انت نتفادى كاع هذوك المسائل حيت حنا كلنا خطاؤون. انا تنهضر معاك فهمتي، ولكن داك الاداه تيبقى عندك ولا كتاذي نفسك ما كتاذيش الناس ولا تهضر في الناس ولا تهضر في اعراض الناس. انا كاتب ماشي اي كاتب، كاتب عمومي تنكتب هموم الناس. والكتابه دابا شات جي بي تي تيجي انسان حيت ما تيسولوش
كيف بيسولو تيجي ناقص الموضوع. انا تنسول هذاك الشخص اللي بيشكي، انا تنولي تنسولو، ما نخليش هو يسولني ولا بنكتب هادي، تيعطيني داك السؤال بنكتب كذا تنسولو على الوقائع، واش هادي، واش كاين واش كاين تهديد، واش كذا، واش هذا، تنزيد اسئله اخرين باش تنزيد انا نبني الموضوع، ولا عندي فن الكتابه. وتا هادشي ما تنبيش نبقى نفخ في راسي ونقول الناس يجيو عندي من المناطق باش نكتب، ولا الدوائر ديال المخزن البوليسي يصيفطوا لك الناس حتى تكتب واحد الصيغه في شكل، وكتحس حيت كتحس بالانسان وكتوصل داكشي اللي عنده هو كتوصله للقارئ اللي هو وكيل الملك. واش تفهمني؟ هادشي ابار قلت لك المسائل الرقميه الاخرى، المواقع، هذا الحج وقت ما جات شي حاجه، باسبورات، داكشي. وهاد الناس اللي تيكونوا خدامين هاد المهن ماشي طلبه يقضي غرض ولا خدام يدير فوتوكوبي، الناس اللي عندهم سنوات كتولد عندهم تولي مؤهل انه يهضر كانه طبيب نفسي، تيحس بالناس. ماشي كلشي بطبيعه الحال، حيت كاين واحد الكاتيجوري تيهمها غير قوت اليوم جماع الضرب هذا، ولكن انا بحب لهاد المهنه اللي ما يمكنش نتفاك معها واخا ما عطناش نوصل كاع، تيبقى انني كندرس الناس. ودابا تنكتب كتاب للعنوان ديالو، ولا العنوان غادي يكون فيه حتى هو في هذا الفيديو ولا هذه الوحده، حيت هذه الوحده الاولى من الحقد الاجتماعي في سيكولوجيه العقل المغربي. انا كيهمني الوطن ديالي وتيهمني الامه ديالتي العربيه امازيغيه. يعني جاي هذا الموضوع الامازيغ والعرب اكبر معضله في تاريخ البشريه هو هذه العرقيه، والناس تجاوزوا هذه العرقيه. المجتمعات المنفتحه وحنا واحدين فيها، يعني جاي ليها نكمل على شخصي بواحد الطريقه سرديه شخصيه، حيت كي قلت لك من الاشخاص اللي مالغري كاع هذوك اللي تخيك اللي تنجر ولا زاكتيفيتي اللي عندي وهذاك الشيء كله تنكبحه ونخليه. واي انسان كيف ما كان المستوى ديالو كنهبط على الوعي ديالو، تنهبط زعما معاه في الوعي ديالو وتنمشي معاه في العقليه ديالو. كيف ما كان وزيرا سفيرا فقيرا كيف ما كان تنعطيه وقته، تنتجاوب معاه. وقلت لكم هذه المهنه راه صعيبه وكتخلي لك واحد الخاطر خيالي كتربيه. الناس كبار في السن كتفهم ليه انت المؤشر وتفهم ليه هادي وتشد الخاطر وتفهم لهذا، يعني هنا كتكتسب واحد المهارات كتاه في النفس ديالك وكيفاش ترياجي مع النفس ديالك. ماشي باش تعجبني انا هاد المهنه، يعني ديما كتخليك مع هذيك النفس ديالك انت اللوامه، ولا حيت المطمئنه راه تيقولوا يعني ترجع لله تعالى، يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. درجات النفس والاماره بالسوء هي اللي انا كنخرج باش ما تسودش ولا تعمم. السي العشعاشي راه كنهضر على واحد اللقطه مع هشام نوستيك في الاواخر تاع الفيديو الاخر، حيت انا كنتفرج ساعتين ثلاثه شحال ما كان تندرسك كبشر وماشي في كفيديو واحد، كنشوف هذا ونشوف هذا وكنشوف كيفاش التحولات والتقلبات ديالك. بحال ايمن اتاكي صحاب الدين من ورا هادي الفيديو تاني انا مسلم انا كذا، يعني كتسمى مرتد. ماشي مرتد بينك وبين اللي خلقك، حنا مثلا نكفروا هنا ما تنحللوا ما تنحرموا. انا بعدا هاد المسائل كيف قلت لك لا تكون من الرويبضة وان تتكلم في امور العامه، قانون هذا الدين شي العباد، حبك في داكشي اللي كتعرف تحبك فيه اللي بتفيد به. حيت داكشي من كتكثر الهضره وتيكونوا ناس اكثر منك في العلم واكثر منك في الفقه واكثر منك في شحال الحوايج، كتجي انت ولد البارح ولا ولد البارح وكتبخت ليه وكتبينو انت وكتقزمو قدامك، وكتلقى جمهور طاو نفس الشيء عنده نفس العقليه. وعرفتي دابا العقليات اللي طالعين جيل زيد راه تيقول لك انا ولا ما نكونش انا، كيف ما كانت البنيه ديالو. فهمتيش بغيت نوصل لك هنا؟ يعني فاش تقول انا كذا هذا خاصك تخدم اقل حاجه داكشي اللي كتقرا، خاصك تكون حتى لوكور ديالك خاصو يكون زوين، خاصك انت تكون زوين، ماشي بالضروري فيزيك وعضلات كتر رياضه قتاليه. علاش قدر الله شي نهار شي حرب اش بتكون انت تعرف تطير، اش بتكون تعرف تدوي تجبد لي انايا الفيلسوف ونيتشه وهذا اش بين فيك داكشي؟ انت فيزيكمون هازيل، عقليا هازيل، السوفت سكيلز هازيل، اشنا اخر لا الميكانيك فيزيك لا حتى شي حاجه موتور لا خسر لك ما تقادو. واش تفهمني؟ فينا هو الابداع وهاد الصناعه وهاد التطور وهذاك تيك توك؟ لا قدر الله فينا هو هاد الناس اللي بتبدع وبتكالي على راسك الصعراء، ما تعرف حتى باش تكالي على راسك راه دخلوا عليك شي اش بتهز حتى السيف ما بقى عندنا دابا
تاع ما تعرفي يبارز بالسيوف تا هذاك انت يهز المضاع وبدا يضربو تشحطو وربقتو والو هذاك الشيء. فاش تنوض شي معركه خصك ترجع للتاريخ وتشوف المعارك ولا كان شي وثائقي تشوف داك التمثيل كيدير هذاك الشيء تيمثلو شي حاجه اقدر اكثر من داك الشيء. يا الله تقول لي انا الاسلام تيحط على الحروبات وعلى الحرب وهذا راه كاع الالعاب الناجحه في العالم كتكون عباره عن حرب. حنا كبشر حنا بشر حنايا هكا دايرين، كاين فوز كاين خساره كاين نصر كاين هادشي غريزه في لي زاكت ديالنا. شوفوا دابا في المغرب زعما الكره شوف واش داك الشعوب العربيه تتوقع شي حاجه تنكونوا نحبوا هادو الكره ما كاين هذاك الشيء، تيولي واحد لي سبري ديال غانيون صافي بينا نربحوا صافي. يقدر كاع بنادم كاين اللي متشدد في هذاك الشيء تيولي حاقد. كان البحث يبغي المغرب اليوم يحقد عليك يا الله يحقد عليك ويدير علاش غلبتيه في الكره مش فهمتي يعني باش تنهضر على المجتمعات العربيه كلها هي دابا الفكر ديالها داير ما كاينش واحد واحد التلاحم، كاين انضطار كامل. وكنت سبق ليا هضرت في واحد الفيديو ولكن حيدته حيت الصوت فيه لا علاقه. بقى تجي في فيسبوك دابا نحط ليا ديالو الناس اللي بتصنت ولا شي حاجه وغادي نعاودو بصيغه اخرى ما فادوهاش. هضرت على المؤامره الامريكيه وهضرت على هذوك المهندسين الخمسه اللي جمعوهم هذاك المهندس واحد في سنه 2003 باش يسيطروا على العالم. واحد بيضحك عليه بيقول لي واش هما دوك جوج الفيران اسمع اش من جوج الفيران المعلم. المهم دابا تنختصر حطيت الفيديو وهاد القصه من الريديت بطبيعه الحال بحال داك فورشاين اللي كان واحد الوقت بحال دابا. المهم تويتر قليل فاش يجيو شي قصص بحال هكا ولكن شي حاجه مهم ما عليناش. هذا الشخص جمع قلت لك هاد 4 المهندسين في انطلاقه الانترنت تقريبا 2003 يعني 2004 راه كانت في المغرب 2004 2005 الساعه 2005 5 كانت مناره و7 كنت شتيت انا داك شركه وانا داك الموديم ديك الساعه كانت تبيع الموديم. المهم هذا داك الشيء اوائل واش كنت انا كنبدا مع عباد الله ستار تايمز وكذا ولكن كنت في لي مود تاع جي وندخل لي فوروم ونجبد ونلعب ماشي زعما تقول شي واحد قديم في الويب. الناس قدام تتفرج فين حتى هما كاين اللي خدام في ويندوز 98 ممكن تسمى الاقدميه مش الاقدميه في هذا الشخص المواكبه الميزاج وديما تكون اكتويال. المهم هذا موضوع بوحده. كملوا على مؤامرات هذوك الناس اللي قلنا هاد 4 المهندسين او 5 اللي تجمعوا ما عقدش 4 ولا 5. المهم قالوا سيدي بيغزوا العالم. باش بيغزوا العالم بلي ميمز اللي ولاو دابا تحولوا لي ريل ولا كلشي تيستهزاء ولا كلشي المهم. والثقافه اللي بغاو ينشروا اللي هي الثقافه الامريكيه بينشروها في العالم وهذه هي اقوى الاسلحه الحاليه وماشي حاليه تقريبا نقول لك من الحرب العالميه الاولى هما يطبقوا هذه المسائل اللي هي كنشر ثقافه غربيه ماشي بالضبط امريكيه ولكن امريكا سباقه لهذا المجال ونجحت فيه. وكيف كان خرج دوكنز اللي معروف كان يطعن في الاسلام من بعد داز ونشأ من مفهوم النسويه اللي بطبيعه الحال ولا حاجه عاديه والتي حتى المساواه ما بين الرجل والمراه وشحال الامور. واكثر من هذا الشيء هو ان الناس سقط ولا مشات في واحد المنعطف خيالي من غير ان نقولوا هذا الشيء مدروس ولكن الوعي تاع الانسان كيفيق مره ولكن داروا اساليب ولا طرق حديثه ولا قديمه والقديمه منهم هما تيجددوها حيت بحال هاد لي ميمز وشحال الامور الا رجعتي للتاريخ كاينين حروب وكاين شحال الحوايج كانوا كيستعملوا فيها تهديد النفسي وتستعملوا فيها تمويه النفسي قبل ما يديروا شي حدث ولا قبل ما يديروا شي اكت. وفاش تيخرج هذاك الاكت ولا داك الحدث تتلقى الشعوب كلها هي خضعات لهذوك المسائل كيف ما كانت سياسيه دبلوماسيه جمع كاع هذوك المصطلحات كاملين وتخليو فعلا الشعوب تخضع. ونقلوا من هذا الشيء لا بمذكرات ابن خلدون ولا تا الكتاب ديال نيتشه ديال الامير تا هو شحال الحوايج. وانا هنا ماشي تنستحضر هاد الكتب باش نبقى نقراي ولا مختصرات شي حاجه بحال هكا. وما باش نجي نهضر انا ولا نجي نشوف بعدا داك الشخصيه ولا داك الكتاب تنمشي نقلب ليه على الشخصيه ديالو وحياته كيفاش عاشها وشحال الامور. وكيف ما تنعرفوا شحال الفلاسفه انتهى بهم الامر بحال سقراط وبزاف الحوايج انه تيكونوا في واحد المجتمعات اللي تقريبا نفس المجتمع تيكون تيكون منضاطر هو من المجتمع تيكون عنده واحد الوعي زائد على المجتمع ولكن المجتمع عايش في واحد الحقد اجتماعي مشترك اللي مستحيل تخرجوا منه.
يعني تينتمي لواحد الطبقة شعبية أو غير شعبية، تيتلاقاو في واحد الفكر موحد وتيحاربوا هذاك اللي مختلف وتيحاربوا هذاك اللي أكثر وعيا منهم. هادشي ماشي في المغرب ولا في الأمم العربية ولا الإسلامية، أي أمة دازت ولا أي حقبة دازو ناس فيها اللي فاتوا واحد الفكر، أما هما براسهم حتى لقاو راسهم ما تيفهمهم حتى شي واحد. هادشي اللي بغيت نوصل لك، وبغيت نكمل في هاد السلسله. تنظن انني طولت بزاف، مبغاش الفيديو يكون طويل، غادي نكمل بطبيعه الحال. اللي لقيت ناس عقلاء فهماء، ما عرفت هاد المصطلح كاين، اللي غادي يقدروا ماشي نفسي اكثر من الكلام اللي قلت، حيت انا مع راسي ماشي قلت ما عنديش معاه، اكثر من انه ديما سو تريتمون داك الضمير ديما تنأنبو. والفشل كي كتبت واحد المره، كتبت نوض نصلي العصر وطاحت لي في بالي وقلت لها تنكتبها في واحد الورقه عاد نمشي. كتبت انا ولا فشل اصدقاء بالرغم من ان الجميع يراه نجاحا. فضل الله، السلام عليكم.